قصة المصري الذي نجا في سفينة تايتانيك في فجر يوم 15 إبريل 1912. اصطدمت سفينة تايتانيك العملاقة بجبل جليدي في المحيط الأطلسي، واعتبرت من أكثر الكوارث البحرية شهرة في التاريخ. لكن بين أكثر من 2200 شخص كانوا على متنها، كان هناك رجل مصري واحد كتب اسمه بحروف من نور لأنه نجا من تلك الكارثة المروعة. من هو ميشيل نجيب؟ ولد ميشيل نجيب في محافظة المنيا بمصر عام 1888 لأسرة مسيحية بسيطة، وكان يعمل كاتبا ومترجما ويتقن عدة لغات. سافر إلى أوروبا في رحلة عمل، وعندما حجز تذكرة عودة إلى مصر لم يجد مقعدا في الدرجة التي اعتاد السفر بها، فاضطر لحجز تذكرة في الدرجة الثالثة على متن سفينة تايتانيك. الرحلة المشؤومة. انطلقت تايتانيك من ساوثامبتون في 10 إبريل 1912 متجهة إلى نيويورك، وكانت السفينة تعتبر أعجوبة الهندسة في ذلك الوقت، ويقال إنها غير قابلة للغرق. وفي الليلة المشؤومة كان ميشيل نجيب نائما في مقطورة الدرجة الثالثة، وعندما اهتزت السفينة بشدة خرج ليرى الناس في حالة ذعر، وأدرك أن شيئا كارثيا قد يحدث. مع بدء نزول قوارب النجاة كان الجنود والطاقم يعطون الأولوية للنساء والأطفال. حاول ميشيل نجيب الصعود إلى أحد القوارب، لكن لم يكن كم هناك مكان. وبعد لحظات رأى ضابطا يعرف أنه يتحدث الفرنسية، فاستغاث به قائلا إنه مصري ويعود إلى بلاده. تأثر الضابط وأدخله إلى قارب الأخير رقم 15، وبعد دقائق غرقت سفينة تايتانيك في أعماق المحيط. تم إنقاذ ميشيل نجيب بواسطة سفينة كاربنيتيا. وصل إلى نيويورك في 18 إبريل 1912. أجريت معه مقابلات من الصحف، ورفض أن يعد نفسه بطلا قائلا كنت مجرد شخص في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ، لكن مشيئة الله كانت أقوى من الجبل الجليدي. من بين الآلاف الضحايا كان هناك مصري واحد حفظت له الأقدار الحياة ليحكي لنا القصة. وقد عاد ميشيل نجيب إلى مصر وعاش حياة هادئة. كتب مذكراته عن الرحلة ونشرت في الصحف المصرية تحت عنوان ذكريات نجوت من تايتانيك. توفي في القاهرة عام 1948 عن عمر هذا 60 عاما، لكن قصته ظلت تروى جيلا بعد جيل كأحد الناجين القلائل من تلك الكارثة. واحد من مصر.